تعالى ركز معايا بقى في النقطة دي. قال لي هنا دلوقتي عندنا خوارزمية شغالة لحساب المتوسط، بس المشكلة هنا اللي الداتا بتاعت السعادة ديت يعني مش جاهزة بنفس الشكل اللي الكود محتاجه. يعني الكود بتاعنا بيشتغل على التيبل اللي هي ليست اوف ليست اللي هي قائمة من القوائم، بس الداتا الأصلية بقى جاية من ملف ايه؟ سي اس في فايل. طب تعالى نفهم يعني ايه سي اس في فايل. قال لي ده ملف فيه بيانات على شكل صفوف مفصولة بنقط، زي الايه البيانات اللي قدامي دي بيانات اهيت مفصولة بايه؟ بالكوما. طيب المطلوب بقى لازم نحول الداتا ديت من سي اس في فايل الى ايه؟ بايثون ستراكشر او ليست اوف ليستس، تمام كده، اللي هي قائمه من القوائم اللي انا هحتاجها. طيب احنا عملنا ايه قبل كده؟ قال لي احنا عرفنا ازاي نقرا الملف من البايثون ونطبع الداتا. دلوقتي هنستخدم نفس الفكره لكن بدل الطباعه هنخزنها بالشكل المناسب للتحليل. يبقى قبل ما تحلل اي بيانات لازم الاول تجهزها في الشكل اللي الكود يفهمه. هنا بيقول لي ان المشكله دلوقتي كل صف في الملف السي اس في بتاعي بيتقري كانه ايه؟ ملف استرنج، يعني مش لسته، مش جدول، تمام كده، نوت ليست، بس هي ايه؟ استرنج. واحنا محتاجينه يبقى ليست، تمام كده، ليست اوف فاليو عشان نعرف نحلل البيانات بتاعتي. طيب الحل هنا يبقى، قال لي هنقسم المشكله لخطوات صغيره وكل خطوه تقربنا للشكل الصح او الشكل المطلوب بتاعي. طيب اول خطوه ايه؟ انا هحول كل رو اللي هو كل صف من 1 2 3 4 زي ما بيقول لي كده الى ايه؟ الى انا احطها في اري. يعني مثلا ما اقول له مثلا بدل واحد او هنا بالطريقه دي اتنين تلاته اربعه اللي هي ما بين ايه؟ دبل إيه كوتيشن، فدي كده بالنسبه لي ايه؟ سترنج. تمام كده. طب احولها ازاي بقى؟ احطها في اري مثلا كده واحد اتنين تلاته اربعه، تمام كده. فانا كده عملتها او حولت كل الرو ده، تمام كده، الى اري إيه في لغه البايثون. وهنستخدم حاجه في البايثون اسمها سي اس في، اللي هي ده موديول جاهز في البايثون للتعامل مع ملفات سي اس في بسهوله. طيب قبل ما نستخدمه لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل حاجه اسمها الامبورت، تمام كده، للسي اس في بتاعي. فبكتب فوق كده، اكتب فوق في الايه؟ في البدايه بتاعت الكود امبورت عادي، تمام كده، سي اس في. فانا كده عملت له امبورت، يعني بستورد المديول الاول من بره. ادي هنا الاستيراد بتاع السي اس في، بيقول لي هنا اللاين بايثون، تمام كده، السطر ده بكتبه في لغه البايثون اسمها امبورت سي اس في. فكده انا بستخدم ادوات القراءه بتاعت الملفات بتاعت السي اس في دي. نروح نشوف بقى ايه الكود بتاعي. اول حاجه الفايل ايكوال اوبن، تمام كده، وادي له الايه؟ اسم الملف بتاعي، واقول له الار اللي هي الريد. فانا كده فتحت الملف بتاعي بتاع الداتا للقراءه. وبعدين قلت له تيبل ايكوال واقواس فاضيه، كده انا انشات تيبل فاضي، تمام كده، هخزن فيه كل الصفوف. وقلت له هنا ريدر ايكوال سي اس في دوت ريدر الفايل، يعني كده انشات او عملت انشاء لريدر، تمام كده، او سي اس في ريدر، علشان ده اللي بيحول كل سطر الى لسته بدل السترنج، تمام، واخزنه فين؟ في الريدر. وبعدين عملت فور لوب، تمام كده، فور رو ان ريدر. طب يبقى كده عملت فور لوب بيمشي على كل صف في الملف بتاعي. وبعدين اقول له تيبل دوت ابند رو، ياخد كل رو كل صف، تمام كده، واقول له تيبل دوت ابند رو، يعني كل صف عم حطيته فين؟ في التيبل اللي انا كنت معرفه فاضي. فكده خزنت فين؟ في التيبل. وبعدين في الاخر اقول له برنت تيبل، يعني اطبع لي ايه؟ التيبل بتاعي ده، يعني اعرض كل البيانات، تمام كده، بعد ما اتحولت الى ليست اوف ليستس. ادي هنا البيانات بتاعتي اللي هي انا 2012 13 14 15 كانت بتتعرض بالطريقه دي، الطريقه اللي هي الرقم كوما رقم كوما رقم كوما وهكذا، تمام. بعد الكود اللي انا عملته بقى الارقام او التفاعل بقى عامل ازاي بقى؟ بقى كلها جوه اقواس الاري، مرتبه ومنظمه، تمام. نروح بقى لانترودكشن للتيبل اندرسكور يوتيلز. طيب هنا بيقول لي ايه؟ بدل ما نستخدم مكتبه كبيره ومعقده زي المكتبه بتاعت بانتس ديت، قال لي ممكن تستخدم مكتبه بسيطه اسمها ايه؟ التيبل اندرسكور يوتيلز. طيب دي تعتبر نسخه صغيره من البانتس وفيها الادوات اللي محتاجينها عشان نحلل الداتا اللي احنا محتاجينها. طب هنا بقى بيقول لي بقى الفور بروبلمز يو مي هاف نوت، يعني ايه المشاكل اللي كانت موجوده في الداتا؟ إيه؟ واربع عددهم اربع مشاكل. طب اول حاجه قال لي وجود عناوين داخل الجدول. الجدول فيه من 0 ل 10 على الشمال في الريتنج يعني. طيب إيه السنين اللي عندي من 2012 ل 2015، وده طبعا مش بيانات حقيقيه، لازم نستبعدها من الحسابات اللي هي موجوده في الهيدرز. رقم اتنين هنا بيقول لي ان إيه؟ اخر كولوم فاضي، يعني اخر عمود بيبقى فاضي، تمام. طيب ده يعني ايه؟ يعني امبتي سترينج، وده ملهاش اي لازمه في التحليل، فلازم يتشال. الحاجات الفاضيه او الخانات اللي هي فاضيه بنشيلها. طيب رقم ثلاثه هنا بيقول لي ان البيانات مرتبه ككولوم مش رو، يعني كاعمده مش صفوف. طيب في مثال مثلا بتاع كتب، إيه كل بوك كان رو، يعني كل كتاب كان صف. بس هنا قال لي ان كل سنه او كل يير موجوده في كولوم، وده معناه ان طريقه الحساب لازم تتغير شويه، ما ينفعش ده يبقى صف وده يبقى في عمود. المشكله الرابعه معايا بيقول لي ان القيم عباره عن سترنج، يعني الداتا جايه بالشكل بتاع السترنج. طب السترنج بعرفه ازاي؟ انا مثلا اسمي خالد، فكلمه خالد جايه من اليوزر، طب كده عايز سترنج ازاي؟ ما بين دبل كوتس، يعني هنا اتنين وهنا اتنين، لا اما مثلا خالد ما بين ايه؟ سنجل كود. طيب ايه حاجه بفضل طبعا السنجل كود يبقى من اسمها سنجل، نستخدمها مع الحروف.
يبقى حرف واحد فقط. تمام كده. دبل كوت لو انا عايز اكتب كلمه او جمله او ايا يكن هو مجموعه حروف، يبقى الدبل كوت هي مجموعه حروف. سنجل كوت ديت بنفضل نحطها في حرف واحد بس. عموما دي اسمهم سترنج. طيب انا دلوقتي مش عايز الداتا تبقى تجي لي بهيئه سترنج، انا عايزها تيجي بهيئه نمبر. فلازم اعمل ابدل او احول السترنج لانتجر. يبقى في الاخر هنا بيقول لي بيقول لي هنا الهنت يعني صغير كده، قال لي ان في الواقع بتاعي ان الداتا غالبا ما تبقاش جاهزه للتحليل المباشر، لازم الاول نعمل لها تنظيف اللي هي كليننج او فورماتنج تنسيق او ترانسفورميشن اللي هي تحويل. هنا بيكمل معايا بيقول لي في فانكشن مهمه جدا عشان نجهز الداتا للتحليل اللي احنا عايزينه. اول حاجه داله او ميثود اسمها رو. طيب رو دي بتعمل ايه؟ قال لي ديت معناها ان الصفوف بتختار جزء معين من الرو بتاعي. يعني لو عايز تاخد صفوف محدده من الجدول تمام كده بتستخدم الكلمه الميثود اللي اسمها الرو. طيب مثلا لو انت عايز تشيل صف كامل من العناوين او في العناوين بتاعتك انت محتاجه فتستخدم الميثود دي. طيب الميثود اللي بعدها ميثود اسمها الكولوم او الكول، اختصار للكولوم اللي هي الاعمده. تختار جزء معين من الاعمده وتستخدمها لما انت عايز اعمده معينه من الجدول. طيب لو انت عايز مثلا تشيل العمود الفاضي الاخير وتمسحه خالص تستخدم الميثود اللي هي اسمها كولوم. طيب التالت حاجه معايا اللي هي الفليب. الفليب ديت اللي هي بتبدل من اسمها كده، بيبدل فليب يعني بيبدل ما بين حاجه وحاجه. عايز تبدل من الاعمده للصفوف او من الصفوف للاعمده. طيب يعني عايز مثلا الرو تبقى كولوم والكولوم تبقى رو فاستخدم الفليب. ودي طبعا مهمه جدا في المثال اللي فات لان السنين عندي عدد الييرز كانت موجوده كاعمده واحنا عايزين نتعامل معاها كصفوف. نروح لرابع ميثود معايا بيقول لي التو فلوت. ده بيقول لي بيحول كل القيم من السترنج الى الفلوت، اللي هو الفلوت ده اللي هو رقم عشري، رقم عشري صغير. تمام كده. عشان نقدر طبعا نعمل عمليات الحسابيه. يبقى هم دول الاربع دوال عندي. الدوال ديت هدفها تاني؟ اللي هي الرو اللي هي اختيار صفوف، كولوم اللي هي اختيار الاعمده، الفليب اللي هي تبديل صفوف او اعمده، وتو فلوت اللي انت تحول النص الى ارقام عشان ينفع العمليات الحسابيه. نعمل ايه بقى؟ نعمل هنا getting the data in the form we want، يعني نستخدم الداله اللي اسمها رو علشان نختار جزء معين من الجدول بدل ما نشتغل على الجدول كله. طيب الداله بتاعت رو بتعمل ايه؟ قال لي بتاخد ثلاث حاجات. اول حاجه الجدول او اسم الجدول بتاعي، تاني حاجه رقم اول الصف بدايه الصف الستارت بتاعي، واخر تالت حاجه معايا او اخر حاجه اللي هي رقم اخر الصف اللي هي الاند اوف رو. تمام. يبقى هنا محتاج اسم التيبل والستارت ابدا منين والاند هنتهي لحد فين. وطبعا كلنا عارفين ان الترقيم بتاعي بيبدا من الصفر زي اي لغه برمجه. تمام. ببدا من الصفر. طيب هنا بيقول لي بقى في حاجه معينه. يعني مثلا لو عندي رقم 2 3 4، طيب لو قلت له مثلا إن انا هبدا خد الاسم ده، اسم الاري ده مثلا، وخد الستارت ده، طيب ولحد الاند ده. طيب هل بيقول لي بقى دلوقتي سؤال يجي هنا، هل الواحد ده معايا ولا هيبدا من اول الاثنين؟ طب وهل الاربعه دي اللي معايا ولا هينتهي لحد الثلاثه؟ فقال لي هنا اختصر الموضوع ده كله في كلمه انكلوسيفلي، اللي هي معناها يشمل الستارت وبنشمل الاند كمان. يعني في النهايه بتدخل في النتيجه، هي البدايه والنهايه بيخشوا معايا في النتيجه. هنا اكزامبل تمام كده. وقال لي انا هبدا او الجدول الاصلي بتاعي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب لو استخدمنا الداله وقلنا ان الداله بتاعتي مثلا هتقولنا رو. تمام كده. روز اسم التيبل بتاعي تيبل، وبعدين كوما هبدا منين؟ من الصفر وانتهي فين؟ عند الواحد. واقوم جاي قافل الاكواز بتاعتي. تمام كده. وهعمل رن. طيب الرن بتاعي بقى عامل ازاي؟ هيروح للجدول اللي اسمه تيبل. ادي هنا الجدول اللي اسمه تيبل اهو. هيروح للصف الزيرو. ادي هنا الصف زيرو واحد اتنين. تمام كده. طيب هيروح للصف زيرو. ادي هنا بدأ عند الصف زيرو. طيب هينتهي عند الصف واحد. ادي هنا الصف واحد. تمام كده. يعني الرقم اتنين ده مش معايا، يبقى الناتج بتاعي يبقى واحد اتنين تلاته اهي، اربعه خمسه سته الصف التاني اهو. الرقم السطر التالت مش معايا، يبقى انا كده ماشي مظبوط. نروح للميثود اللي اسمها الكولوم. طيب اللي هي الفكره بتاعتها اللي انت بتستخدمها عشان اختيار عمود معين من الجدول بدل ما نستخدم الجدول كله ونقعد نستخدمه كله عشان نطلع اللي احنا محتاجينه. وطبعا هناخد وقت كتير جدا ونضيعه على الارض. طيب هنا بيقول لي طريقه الاستخدام بتاع الميثود بتاعت الكولوم ديت. قال لي برضو بتاخد ثلاث حاجات. اول حاجه اسم التيبل بتاعي، تاني حاجه الستارت بتبدا منين من الكولوم او العمود بتاعي بيبدا منين، وتالت حاجه والاخيره اخر نقطه في العمود اللي انت عايزه. تمام كده. البدايه والنهايه بتاع العمود واسم العمود. بس كده. بس كده. طيب برضه بنبدا الترقيم من الصفر. تمام كده. وبرضه بيبقى انكلوزيفلي اللي هي البدايه والنهايه شاملين معايا. تمام كده في الناتج. طيب هنا بتديني مثال اكزامبل اهوت. ادي هنا الاكزامبل بتاعي وقال لي بقى؟ قال لي هنا اكتب الكود معايا ده. ادي هنا كتبت الكولوم. تمام كده. كولز. تمام كده. اسم التيبل تيبل. تمام كده. فهروح عليه وبعدين قال لي ابدا من الواحد وانتهي عند الواحد. طيب يبقى هنا اول عمود عندي كام؟ صفر.
العمود اللي بعده واحد، العمود اللي بعده اتنين. طيب راح هنا للتيبل، ادينا التيبل بدأ من عند الواحد، بدأ اهوت من عند الواحد ده وانتهى عند الواحد برضو هو، فهيقوم جاي مطلع الايه، العمود رقم واحد اللي هي 2 5 8، الناتج بتاعي 2 5 8. نروح لتالت حاجه معايا اللي هي الفليب، الميثود بتاعت الفليب اللي احنا قلنا اللي هي بتعمل حاجه بسيطه جدا بس هي مهمه، اللي هي بتبدل ما بين الصفوف والاعمده، والصفوف والاعمده في صفوف. تمام كده، هي بتحول ما بين الاعمده والصفوف ما بينها وما بين بعض. طيب طريقه الاستخدام بقى بتاعتها قال لي ايه؟ قال لي بتاخد مدخل واحد فقط اللي هو اسم التيبل بتاعي، وترجع لي الجدول الجديد بعد التبديل. تمام كده. مثال مثلا هنا اكزامبل 1 2 3 4 5 6، هنا مديني ايه الجدول ده وقال لي الفليب تمام كده على اسم الجدول، فقام جاي الناتج بتاعي خلى الجدول بدل ما هو ادي هنا الصف بتاعي 1 2 3 خلى له عمود 1 2 3 عمود، والصف ما بين 4 5 6 خلاه عمود 4 5 6. خلاها بالترتيب ده. شفت كده ان الجدول ده اللي هو كان صفين بقى عمودين. الصف اللي هو على اللي يعني ايه 1 2 3 ده كده 1 2 3 خلاه في الاول ناحيه الشمال تمام كده اللي هو 1 2 3 تمام كده، وخلى ال 4 5 6 اهوت تمام كده خلاها ناحيه اليمين اللي هو 4 5 6. نروح لرقم أربعة، الميثود بتاعتي اللي هي تو فلويد. طيب قال لي هنا الفكرة بتاعتها إن هي دي دالة بتتعامل مع مشكلة مهمة جدا في الداتا اللي هي إيه بقى؟ قال لي اللي أنت الأرقام أحيانا بتكون مكتوبة أو جاية لك على هيئة سترينج اللي هي هيئة إيه؟ اللي هي دبل كوتيشن. طيب وبعدين قال لي أنا عايزها كأرقام حقيقية علشان أستخدمها في التحليل. طيب المشكلة هنا إن في الجدول ممكن نلاقي إيه؟ ممكن نلاقي هي مكتوبة أرقام عادي تمام كده بس على هيئة كده اللي هي موجودة في سنجل كوتيشن أو دبل كوتيشن تمام كده. فالهيئه ديت هي انا مش عايزها، ده كده شكله رقم بس في الحقيقه هو كده سترنج تمام مش رقم خالص. المشكله هنا انا عايز احول من السترنج ده يبقى رقم. فاحنا لما نيجي نحول حاجه زي كده الرقم هنعملها ازاي؟ هتبقى عامله زي بالهيئه 1.23 يعني السنجل كوتيشن او الدبل كوتيشن فرق، اه طبعا فرق وفرق كبير جدا. يبقى دي كده وظيفه بتاعت الايه التو فلوت ميثود تمام كده، هي دي بتحول لي من السترنج الى ايه الى الانتجر. تعالى بقى نشوف بقى الاستاذ اللي معايا دي ايه. بيقول لي هنا احنا بنجهز الداتا خطوه خطوه عشان تبقى مناسبه للتحليل وكانها خط انتاج تمام كده، حاجه اسمها برودكشن لاين. طيب كل خطوه بتسلم الناتج الخطوه اللي بعدها. طيب اول حاجه عندي ان انا بجهز الداتا بتاعتي في اختيار الصفوف اللي عندي تمام كده، فانا بختار مثلا الصفوف ادينا سيلكت رو من 1 ل 11، فانا كده اخترت الصفوف. يبقى كده الهدف ان احنا نشيل الصف الاول تمام كده اللي هو الزيرو ده لانه فيه بوردر او هيدرز مش بيانات. ادي هنا بيقول لي هنا نعمل الرو زيرو تمام كده نعمل له اكسكلود، يعني نشيله خلاص لانه بيبقى موجود ايه في بيانات مش مهمه. طيب اللي بعدها بيقول لي سيلكت كولوم 1 ل 4، يبقى كده اختيار الاعمده بتاعتي. طيب وقال لي برضو نشيل العمود اللي هو على الشمال اللي هو فيه اسمه ليبل تمام كده، اللي هو اسمه ليبل ده علشان برضو بيبقى فيه حاجات فاضيه في الاخر. طيب واللي بعده الخطوه اللي بعدها قال لي انت بتعمل ايه؟ تعمل فليب، ابلاي الفليب، يعني بتحول الصفوف لاعمده والاعمده تخليها صفوف عشان نغير شكل الداتا عشان تناسب التحليل. واللي بعده طبعا لما حللت الارقام اللي عندي ديت سترينج عايز احولها، فبعمل ايه؟ قال لي ابلاي تو فلوت، الميثود اللي اسمها تو فلوت عشان يحول لي من النصوص تمام كده الى ارقام حقيقيه اقدر اتعامل معاها كحسابات. فكده قال لي ايه ادي هنا الترتيب المنطقي بتاعي. قال لي انا اخترت الصفوف، اخترت الاعمده، عملت فليب عكستهم، عملت تو فلوت ان حولت من سترينج لايه لانتجر عشان استخدمها في التحليل. يبقى كل خطوه هنا بتعتمد على الخطوه اللي قبلها، فهي كده ماشيه في تسلسل الخطوات. نروح للنقطه ديت. بيقول لي في البدايه هنا كل الارقام جوه الجدول عندي سترينج تمام كده، فعشان كده مش هقدر استخدمها في عمليات حسابيه زي المتوسط والجمع وهكذا، عشان كده لازم نحولها فلوتنج بوينت تمام كده ارقام حقيقيه. طيب وبعدين قال لي عشان تستخدم طبعا الميثودز اللي احنا قلناهم اللي احنا الرو والكولوم والفليب والتو فلوت دي كلها موجوده جوه ايه جوه لايبراري اسمها التيبل يوتيلز تمام كده. فبقول له فروم تيبل يوتيلز امبورت استريك، يبقى انا كده بعمل استيراد للادوات بتاعتي وبقدر استخدمها. فكده عرفت استخدم الرو والكولوم والفليب والتو فلوت تمام كده، واطبع كمان التيبل الناتج. ادي هنا الكود بتاعي تمام كده من السي اس في. ادي هنا الكود بتاعي لما احنا عملناه كاري، وخدت بالي بقى طبعا ان اول صف اهوت اللي هو هابنس في 12 13 14 15 ده كله موجود مسحناه لانه مش ارقام انا هستخدمها في التحليل. وخدت بالي برضو ان اخر كل صف فاضي تمام كده، اخر كل صف فاضي فالعمود تمام كده مسحته تمام كده. الحاجات دي كلها انا مسحتها، الحاجات الزياده ديت اللي ما بتاثرش معايا في التحليل مسحتها. طيب ادي هنا الكود بتاعي بعد ما ظبطتها واستخدمت الاربع ميثودز عندي اللي هي الرو ظبطت الصفوف بتاعتي، كولوم برضو ظبطت الصفوف بتاعتي وشلت الحاجات اللي مالهاش لازمه، عملت فليب ميد الاعمده للصفوف والصفوف الاعمده، وعملت تو فلوت خليت الارقام اللي هي كانت سترينج زي ما انا شايفها قدامي دي. طب ما كده كل الارقام معموله ما بين سنجل كود. ادي هنا سنجل كود سنجل كود، اي رقم هنا ما بين سنجل كود، فحولت كله يبقى يبقى ارقام انتجر عادي تمام كده او ارقام فلوت تمام كده اللي هي ارقام
عشريه، تمام كده، ادي كده كلمه فلوت، حلو كده. وبعدين قلت له في الاخر ايه، حول لي الرقم ده اللي هو السترنج الى التو فلوت، وبعدين اطبع لي التيبل ده. فادي هنا التيبل بتاعي بعد الطباعه. تعالى بقى نروح لنيكست ستيج ناو، اللي هو ايه خلصنا بقى الفتره اللي فاتت ديت، تعالى نبدا بقى فتره جديده. قال لنا بعد ما نضفنا الداتا وبقت جاهزه دلوقتي على الحسابات، فعايز نحسب دلوقتي متوسط السعاده لكل سنه من 2012 لحد 2015 باستخدام نفس الفكره اللي هي الويتد افريج اللي استخدمناها مع الكتب. طيب يبقى الكود كده خطوه خطوه، نبدا ازاي؟ اول حاجه انا بيقول لي ايه بدايه السنه، قال لي الاكس بيساوي 2012 كده البدايه. طيب وبعدين عملت ايه؟ عايز اعمل مرور على كل سنه او كل اللي هي كل صف يعني. فكده عمل فور لوب لرو ان تيبل 5، تيبل 5 اللي هي الناتج بتاعي اللي انا طبعته في الاخر، تمام كده. ادي انا تيبل 5، فقلت له انا عايز امشي على كل رو كل صف في التيبل ده. طيب وبعدين انا كده كل رو بالنسبه لي هي سنه كامله من البيانات اللي هي بتاعت السعاده. طيب حلو قوي. الخطوه الثالثه انا هقول له ايه بقى؟ انا هقول له ان النمبرز تمام كده ايكوال رو، تمام، والتوتال ايكوال زيرو. طيب كل صف نمبرز ايكوال رو هنا اللي هو بيقول لي خد الرو، طب ممكن احطها في النمبرز. نمبرز دي بيانات السنه، يعني خد الداتا بتاعت كل رو اللي انت هتطلعها من الفور لوب، حطها في الايه في النمبرز، تمام. يبقى النمبرز بالنسبه لي هي البيانات بتاعت السنه دي، والتيبل ايكوال زيرو او التوتال ايكوال زيرو قصدي، اللي هي مجموع النجوم الموزونه عندي. طيب كده صفرتها عشان ابدا اخزن فيها. وبعدين انا جاي اعمل فور لوب تاني جوه الفور لوب الاولانيه اللي هي يحسب ايه الويتد سم. فكده قال لي الفور لوب للريتنج ان رينج 11، للريتنج بتاعي والرينج بتاعي 11. يبقى بنعمل ريتنج من 0 ل 10، تمام كده، عشان ال 11 مش معايا. ال 11 هي عدد ايه من 0 ل 10 في الريتنج، تمام كده. لو انا عديت من 0 ل 10 تمام كده هلاقيهم 11 رقم. طيب رقم 11 ده اصلا مش معايا، انا اخري من 0 لايه ل 10، فهنا كده الاعداد بتاعتي. طيب وبعدين قال لي انت هتضربها في نسبه الناس اللي اخترتها، تمام كده. فدي انا هقول لك الريتنج اللي انت طلعته في النمبر اوف الريتنج، في الناس اللي ايه اختارت الريتنج ده، وطلعت الناتج ده في ايه في البرودكت. يبقى كده ان انا ايه جمعت الايه النتيجه تحت اللي هو توتال بيساوي التوتال اللي هي صفر زائد البرودكت الناتج ده، وخزنته في التوتال، وعدت الموضوع ده كذا مره، تمام كده. طب وبعدين علشان احسب الايه احسب الافريج بتاعي، افريج يعني مجموعهم اللي هو التوتال على ال 100، بنقسم على ال 100 تمام كده اللي هو عدد الناس اللي عملوا ايه اللي عملوا ريتنج. طيب وفي الاخر هنا قلت له ايه البرنت كذا 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 للاكس بتاعي، تمام، اللي هو عدد السرير بيساوي الراوند الافريج و2. طيب دي يعني ايه؟ قال لي احنا كده بنطبع، وقال لي بنطبع السنه بتاعي ومتوسط السعاده بتاعتي بدقه مرتين. يعني الراوند دي يعني بيقرب الناتج بتاعي لايه لاثنين عدد خانتين من الارقام العشريه، مثلا زي ما انا قلت ايه 7.29919. طيب انا باخد ايه؟ باخد الرقم الاساسي ده، وبعد الكوما باخد رقم التاني. بس كده بس كده يبقى ده كده رقم اتنين اللي عملت له راوند لرقم اتنين. طب لو قلت ثلاثه باخد الرقم اللي بعده، اربعه باخد الرقم اللي بعده، وهكذا وهكذا وهكذا. فلقيت الناتج عندي الايه ادي هنا لما عملت رن 1 2 3 2012 13 14 15 طلع الايه الافريج بتاعي 7.29 فقط. اللي بعده 2 9 3 9 4 6 رقمين فقط، وهو ده كده ايه الراوند. كمل مع بعض كده. بيقول لي مور اون سمرايزنج داتا، هنا بيقول لي ان الفكره هنا احنا كنا بنلخص الداتا باستخدام المتوسط اللي هو باستخدام المين، تمام. طيب وده اسلوب شائع جدا وبنستخدمه في جهات رسميه، زي قلنا ان الجهات اللي احنا استخدمناها اللي هي الاو ان اس، تمام كده، او الاوفيس فور ناشونال ستاتكس ده اختصار بتاعها. طيب المشكله مع المين ايه؟ قال لي في ناس بتعترض على استخدامه في حاجات زي السعاده. ليه بقى؟ قال لي المين زي حاجات ينفع مع حاجات حقيقيه، تمام كده، الوزن او الطول وهكذا، لكن في حاجات زي السعاده مفيش لها مقياس حقيقي مظبوط. طيب المشكله هنا لو حد قال لك انا سعيد جدا يبقى 10 من 10، طب متوسط يبقى 5 من 10. ما ينفعش نقول ان ايه ان الخمسه دي ضعيف، تمام كده، ما ينفعش، لان السعاده مش رقم فيزيائي حقيقي. فالحل البديل بقى اللي هو بيعرضه بيقول لي ايه؟ قال لي في طريقه تانية اسمها الميديان اللي هي الوسيط. ميديان يعني ايه؟ قال لي بنرتب البيانات ونختار الرقم اللي في النص. طيب الميديان ليه ليه الميديان عموما مهم؟ قال لي مش بيتاثر بالارقام الكبيره او الصغيره، هو مناسب الاكتر للبيانات اللي هي ليها فيلينج، تمام كده، زي السعاده او الراي الشخصي وهكذا. تعالى بقى نشرح الايه الميديان بتاعي ده اللي هو الفكره بتاعته ان هو الرقم اللي في النص البيانات بعد ما نرتبها. طيب مثلا نشوف كده نرتب البيانات اللي قدامي دي 3 1 8 كذا 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 لحد 9. طيب بعد الترتيب نعملها ايه؟ نشوف اللي اصغر رقم نبدا بيه، تمام كده، واللي بعده واللي بعده واللي بعده، يبقى 1 2 3 4 4 كررت مرتين 5 6 7 8 9، تمام كده رتبت الارقام. طب نحدد عدد القيم الاول، ادي هنا 2 4 6 8 8 10، تمام كده. طب يبقى كده عندنا 10 ارقام، يعني العدد زوجي، يبقى نشوف الايه الرقمين اللي في النص.
لان هو لو كان عدد فردي هنجيب الرقم اللي في النص بالظبط على طول، تمام. عدد زوجي هنا هنجيب الرقمين اللي في النص، تمام كده. ادي هنا 2 4، ادي هنا الرقمين اللي في النص 4 و5. طيب يبقى نحسب الايه المتوسط ما بينهم، نجمع الرقمين دول على الاثنين، يبقى 4 زائد 5 كام؟ 9، على الاثنين فيها 4 ونص، يبقى النتيجه بتاعت الميديان بتاعي وصل لكام؟ ل 4 ونص. يبقى لو العدد القيم فردي ناخد الرقم اللي في النص مباشر، طب لو عدد زوجي ناخد الرقمين اللي في النص، تمام كده، ونجيب المتوسط بتاعته. نروح بقى للنقطة بتاعت dispersion، اللي هي ايه؟ distribution things over a wide area، يعني مدى انتشار البيانات او التشتت بتاعها. طيب احنا نسأل ايه بقى؟ هل القيم قريبة من بعضها ولا متفرعة عن بعضها؟ طيب نشوف بقى الايه القيم اللي قدامي دي. بيقول لي هنا في توزيعتين، التوزيع بتاعت ايه والتوزيع بتاعت البي. نشوف التوزيع بتاعت الايه. هنا بيقول لي ان البيانات قريبة من بعضها، تمام. البيانات قريبة من بعضها جدا، فايه التشتت هنا قليل. طيب نشوف بقى ايه الرقم بي. هنا بيقول لي البيانات هنا بعيدة عن بعضها، علشان كده في تشتت كبير، خدت مدى كبير. يبقى الاثنين ممكن يكونوا عندهم نفس المين او الميديان، تمام كده، لكن الفرق في الانتشار بتاعها ده غير بتاع الثانيه. هنا دخل في ايه؟ في حاجه اسمها الكوارتل، اللي هي الربيعات. هنا بيقول لي بنقسم البيانات بتاعتي لاربع اجزاء. اول جزء اللي هو الكوارتر 1 ده، هنا بيقول لي عند ايه؟ عند 25% من البيانات. طب الكوارتر 2 بالنسبه لي اللي هو الوسيط او الميديانت نفسه. طب الكوارتر 3 بقى اللي هو عند ال 75% من البيانات، يعني واحد عند 25 واحد عند 75 والميديانت في النص. وبعدين قال لي في مصطلح تاني اسمه الانتر كوارتر رينج، ده بيقول لي اللي هو مقياس التشتت الاساسي بتاعي، اللي هو بيقول لي بقى ايه؟ بتاخد القيمه بتاعت الكوارتر 3، ادي انا كوارتر 3، بتطرحها من الكوارتر الواحد اللي هي 25% دي. طيب معناه ايه؟ قال لي بيقول لي بيقيس المسافه بين الجزء الاول من البيانات والجزء الثالث من البيانات. طيب لو الناتج بتاعي الانتر كوارتر رينج ده طلع في الاخر رقم صغير، يبقى البيانات متقاربه جدا، يبقى التشتت بتاعها قليل. طب لو رقم كبير يبقى البيانات متفرقه عن بعضها والتشتت بتاعها عالي. في نقطة تانية اللي اسمها السكو، ده بيقول لي بقى ايه؟ قال لي السكو دي معناها الانحراف من البيانات، يعني البيانات مش متوزعة بشكل متساوي حوالين المتوسط، يعني في ناحية فيها قيم ممتدة اكتر من الناحية التانية فيها قيم قليلة. طيب زي ما في الشكل قدامي كده، ادي هنا الميديان، تمام كده، الناحية دي فيها قيم قليلة جدا والناحية دي فيها قيم كبيرة جدا، تمام كده. الرسم بتاعي بيوضح لي ايه؟ التكرار في ناحية الشمال اكتر من ناحية اليمين. فقال لي بقى في السكو ده برضو في انواع. اول حاجه البوزيتيف سكو اللي هو الديل ناحيه اليمين، تمام كده. طيب والنيجاتيف سكو اللي هو الديل بتاعي ناحيه الشمال. طيب المثال اللي قدامي ده كده ناحيه اليمين ليه؟ الديل يعني قيم قليله، ديل يعني القيم القليله ممتده ناحيه الايه؟ اليمين. وهنا بيقول لي بقى ايه نقطة تانية كده على جنب، قال لي علاقة المين مع الميديان. قال لي هنا لو في السكور الافضل نستخدم ايه؟ قال لي الافضل نستخدم الميديان. طيب نستخدم الميديان ليه بقى؟ قال لي لانه اقل تأثير بالقيم الكبيرة او الصغيرة، تمام. بينما المين طبعا بيتاثر جدا بالايه؟ بالاوترلز اللي هي الارقام الكبيره او الارقام الصغيره، لانه هو بياخد المجموع الارقام على عدد. نروح في الكورليشن اند اول ذات، اللي هو الجزء الجديد في الايه؟ في الكورليشن. الفكره هنا الكورليشن دي العلاقه بين مجموعتين للبيانات. طيب قبل كده كانت لسته، كنا بنشتغل على واحده بس، تمام كده، واحده لسته. دلوقتي بنشتغل على قائمتين اللي هو تو داتا سيت. طيب يعني ايه عمليا؟ قال لي بدل ما نسال ايه متوسط السعاده بس ونسكت، قال لي ممكن نسال كمان هل في علاقه بين الحاجتين، مثلا هل الدخل مرتبط بالسعاده، هل التعليم مرتبط بالسعاده، هل الرياضه مرتبطه بالسعاده، وهكذا. يبقى النتيجه هنا اللي احنا بنحسب رقم واحد، لكن الرقم ده بيمثل قوة العلاقة بين قائمتين أو ثلاثة أو أربعة. نروح لنقطة الفيجواليزيشن اند ميجرنج كورليشن، اللي هو فيجواليزيشن هي الرؤية أو العرض بتاعي، العرض بتاع الحسابات، تمام. لما قائمتين من قائمتين البيانات بيزيدوا أو يقلوا مع بعض، يبقى الكورليشن ده بيقول إنهم إيه؟ مرتبطين. كورليشن يعني مرتبطين ببعض. طيب إزاي نعرض علاقة زي دي؟ فيجواليزيشن يعني نعرض، تمام، عن طريق حاجة اسمها السكارت بلوت. طيب يبقى كده الرسم النقطي أو النقط في الرسم عموما، كل نقطة في الرسم بتمثل منطقة معينة بقيمتين، اللي هي الدخل أو نسبة الإنترنت، تمام كده، زي ما هو بيقول ادي الإنترنت أكسس، تمام كده، أند ويكلي إنكم اللي هو الدخل الأسبوعي. طيب يبقى الفكرة هنا إن المناطق الدخل فيها أعلى، غالبا نسبة الإنترنت فيها أعلى. يعني كل ما الدخل بيزيد الإنترنت برضه بيزيد، أو كل ما الإنترنت يزيد الدخل برضه بيزيد. طيب النقط اللي قدامي دي كده مش عشوائيه، بس هي ماشيه في اتجاه واضح، بتقرب الى خط مستقيم زي ما احنا شايفين كده. لو احنا قربنا خط مستقيم هنمشي كده بالطريقه دي، تمام. طيب لو النقط بقى قريبه من الخط المستقيم يبقى الكورليشن بتاعتها قويه. طب هي لو متفرقه او بعيده جدا عن الخط او ضعيفه، تمام كده، يبقى الكورليشن بتاعتها ضعيفه، تمام. يبقى الكورليشن هو الارتباط ما بين النقط او الارتباط ما بين التحليل اللي انا بعمله.
في مصطلح مهم جدا في الكورليشن اسمه كورليشن كوفيشنت، ده بيقيس قوه واتجاه العلاقه بين القائمتين. طيب نحسبه في بايثون ازاي؟ قال لي بالطريقه دي، قال لي هنا نستخدم الميثود اللي هو كورليشن تمام كده اندرسكور كوفيشنت تمام، ونديله ايه بقى في البارامتر بتاعه، نديله اللي هو لسته واحد واثنين، ويشوف بقى انهي هم مظبوطين يعني قوه الاتجاه تمام كده في العلاقه ولا لا. وقال لي في شروط اللي هو نفس الاثنين لسه دول لازم يكونوا ايكوال لينز، يعني نفس الايه الطول بتاعتهم. يبقى الداله دي بتعمل ايه؟ بتاخد إيه ليست واحد مثلا مع ليست اتنين، وبعدين ترجع رقم تمام كده، لا اما إيه موجب واحد لا اما سالب واحد. إيه موجب واحد يعني علاقه قويه جدا، يعني علاقه طرديه، كل ما واحد يزيد التاني برضه يزيد. طيب صفر لا اما ما فيش علاقه اصلا ما بينهم. سالب واحد يعني هي علاقه عكسيه تمام كده، واحد يزيد والتاني يقل. تعالى بقى نشوف الكورليشن از نوت كوزيشن. طيب كورليشن يعني ايه؟ ارتباط، يعني حاجتين بيحصلوا مع بعض. طيب والكوزيشن ديت يعني حاجه بتسبب حاجه تانية. طب الفرق ببساطه كده ان الكورليشن هنا بيزيدوا مع بعض او يقلوا مع بعض تمام، لكن مش شرط واحد سبب للتاني. طب الكوزيشن بقى اللي هو جاي من الكوز تمام كده، اللي هو واحد تمام كده، او الاي الليسته بتاعت الاي مثلا تمام كده، هو السبب المباشر في حدوث الليسته بتاعت البي تمام كده، فدي حاجه اسمها الكوزيشن. طيب هنا بيقول لي في مشكله شائعه ان الناس طبيعي تحب تربط الاحداث ببعض عشان نفهم العالم حوالينا، لكن ده بيخلي احيانا نعتقد ان في سببيه، وهي في الحقيقه مجرد ارتباط فقط. زي ما حصل قبل كده تمام كده، في فتره من الفترات قال لي هنا ان استهلاك الايس كريم في وقت من الاوقات يعني كان بيزيد بطريقه غريبه. طيب وحالات شلل الاطفال كانت بتزيد برضو بطريقه غريبه في الوقت ده، فكان في كورليشن، يعني كان ده مرتبط بده، يعني الاثنين كانوا بيزيدوا بطريقه صعبه جدا في وقت من الاوقات، لكن الحقيقه الايس كريم ملوش اي سبب خالص مع المرض تمام. طيب بس السبب الحقيقي مثلا ان في الصيف الناس بتاكل ايس كريم اكتر، وفي نفس الوقت انتشار المرض بيزيد. طب ده كده ملوش اي علاقه، بس الاثنين حصلوا في نفس التوقيت وزادوا مع بعض زياده جنونيه.